حظ أوفر لنهضة بركان عزيز، فريق جدير بالاحترام، فريق قدم كل ما يستطيع خلال مباراتي الذهاب والإياب على لاعبيه أن يخرجوا مرفوعي الرأس، قدموا كل ما لديهم، واحد من أبرز الفرق على المستوى الأفريقي خصوصا فيما يتعلق بهذه البطولة، أصبح له تجارب وتراكمات وخبرات على مستوى هذه البطولة ما يشفع له أن يحترم من كل فرق القارة. أكيد كسب احترام الجميع. نهضة بركان ليس بدخيل على هذه المسابقة، فوصل 4 مرات إلى النهايات عن جدارة واستحقاق. وأظن بأن أولا لازم أشكر زملائي هنا في الاستوديو على أيضا الروح الرياضية، لأنهم حتى هم لاحظوا نفس الملاحظات اللي لاحظناها وسوف نرجع إليها. ألف مبروك أبو شادي، هيثم، لك ولجميع الجمهور الزملكاوي، لأن اليوم ليس الزمالك اللي هضم حق بركان، ولكن أظن بأن هناك أشياء لازم تغير في كرة القدم الإفريقية، لازم تغير. دائما كنا نخشى بتقنية الفار، لكن تقنية الإخراج هي اللي أخرجت نهضة بركان اليوم. احنا لسنا بحكام، ممكن اللقطات ممكن نختلف فيها، لكن اعطيني الناس اللقطات. الإعادات اشتغلت فقط في الكروت الصفراء اللي نهضة بركان، لم تشتغل في كل الحالات اللي كان فيها شك. اعطيني إعادة وخلي الناس تحكم، وخلي الحكم أيضا اللي نايم. أظن ليست هذه أول مرة بركان ذهب ضحية فيما قبل. الرجاء أمام الأهلي لما جاب المخرج ضربة جزاء خيالية والكرة لمست يد اللاعب الرجاء البيضاوي، وهي ما لمستش يد اللاعب الرجاء البيضاوي، لمست في فخذه. لذلك فاليوم لازم أن نهضة بركان صحيح أنه خرج مرفوع الرأس، لكن لازم يرفع شكوى، لأن بهذه الطريقة مش ممكن تستمر. لا شوفوا الفرق ما بين مباراة الذهاب ومباراة الإياب. مباراة الذهاب كانت فيه لقطة كان ممكن ينطرد فيها لاعب نهضة بركان، وهيثم تكلم عليها تقريبا 10 دقائق وما عنده الحق. ليش عنده الحق؟ لأن المخرج المغربي جمع جميع الزوايا. أنا أتكلم عن المخرج من المصدر في مصر، وليس مخرجنا هنا جزاه الله خير. مخرج من المغرب جمع جميع الزوايا. اعطي الناس وخليها تحكم، وخلي الناس تاخذ كل واحد ياخذ رايه ويعطي رايه. هذه هي كرة القدم، لكن بهذه الطريقة تهضم حقك. ولذلك اظن بان نهضة بركان خرج من المباراة في نفس، وانت تكلمتني قلت لي بان اللاعبين نهضة بركان خرجوا من المباراة، معلوم خرجوا من المباراة لان تهضم حقهم. لذلك ممكن نتكلم على التغييرات ونتكلم على الاسلوب اللي لعب به نهضة بركان، لكن لازم نعود على بعض الاشياء. هو من المفروض في فار والعودة والرجوع الى الفار، لكن سأعطيك اللقطات. انت طلبت لقطات بالتحديد فيما يتعلق بركلة جزاء، ربما هي لحظة عزيز حتى أكمل بعد إذنك. أنت طلبت لقطات، حنوفر لك اللقطات بقنوات بي سبورتس فيما يتعلق بوجود حالات تحكيمية جدلية، وستعطي فيها رأيك بكل وضوح وبكل صراحة، وسمنح لك الوقت الكافي. لكن دعنا نتحدث عن هذه الحالات بعد مراسم التتويج. تفضل. في مباراة بركان وقلت أين المهنية، وهنا برجع أقول للمخرج المباراة النهارده أين المهنية وأين الحيادية، لأن لازم تعيد لنا اللقطات، لازم تورينا هل ضرب جزاء ولا مش ضرب جزاء. وده شيء أساسي في عالم كرة القدم إذا أردنا الفير بلاي. إنما بصفة عامة أنا أشوف نادي الزمالك يستحق الفوز النهارده. ملاحظات على أداء جوميز، وأتمنى إن هو خلاص يركز في مباريات الدوري المتبقية، يركز في مباريات الكأس، وان شاء الله عنده مباراه سوبر مع بطل الشامبيونز ليج. نادي الزمالك هو النادي الاكثر حصولا على البطولات الافريقيه في القرن ال20، وحاليا في القرن ال21 بيؤكد ان هو قادر على المنافسه قاريا. فريق كان رائع، ولكن بفعل فاعل تم تدميره. اتمنى يعود مره اخرى ان شاء الله الى المنافسه. طيب، قبل ان ننتقل لمنصه التتويج ونتابع عبر قنوات بي سبورتس مراسم التتويج فيما يتعلق بكأس الاتحاد الافريقي والبطل الزمالك، لكن يبدو المراسم لم تبدأ بعد، وأثناء
بدء هذه المراسم سنتابعها سويا عبر قنوات بي سبورتس. عزيز، أين أخفق نهضة بركان في مباراة اليوم؟ أين أخفق في بداية المباراة كما تفضل سامي وهيثم. بداية المباراة عندما يكون عندك إمكانيات وتستضعف تلك الإمكانيات وتلعب مكتوف الأيدي، مش ممكن انك تلعب مكتوف الايدي، لازم انك تغامر، لازم انك تلعب للهجوم، تكون متوازن. مش ممكن انك تدخل المباراة امام 70,000 متفرج والفريق الخصم يحتاج فقط الى هدف واحد وتدافع معاه من البداية وتدافع في منطقة 18. لا، هنا اين اخطأ، لان برهن بعد ذلك نهضة بركان ان لديه الامكانيات للهجوم ولخلق الفرص. شفنا في الشوط الثاني نهضة بركان قدم أداء مميز، صحيح مجملا الزمالك استحق الفوز، لكن في بعض الأمور والجزئيات هي كتحسب في المباريات. ما هي الأخطاء؟ ممكن ضربات الجزاء، ممكن، لكن لذلك فأنا مش لا أريد أن أنزع الفرحة من الزملكاوية، لكن أنا أريد أن لا يهضم حق نهضة بركان، لأن ليست هذه أول مرة. لازم أن يكون هناك الإعادات لكل الهجمات الخطرة في منطقة الزمالك، لازم أن تعاد. ما تعادتش ولا هجمة خطرة على الزمالك في منطقة 18. لماذا؟ وتعاد كل اللقطات اللي فيها كرة صفراء. لا، لازم يكون هناك توازن، لازم يكون هناك فير بلاي. مش ممكن نذهب إلى الأمام. احنا حيجيو اجيال اخرى، لكن لازم كرة القدم تستمر في الوجه الصحيح، في الطريق الصحيح. سامي، تقييمك للحدث للنهائي بشكل مبروك الزمالك، مبروك للكابتن هيثم، حظ اوفر العزيز اكيد، لكن زاد احساس جميل من الكابتنين معناتها اكيد هيثم فاروق، معناتها شعوره واحساسه شعور نبيل جدا معناتها، ومحبته وغيرته على فريقه اكيد حاجه رائعه، وهذه تبين معدن اللاعب هنا الولاء والانتماء. والولاء كذلك عزيز الغيرة، نعرف اللي كونه عزيز ماهوش من مشجعين، لكن فريق مغربي من حقه انه